السلام عليكم الزلفلاون، مرحبا بكم ناس جياس كتوجر مع جديد واخبار شبيبة قبائل. بداو يخربطوا فينا وبداو لما شافوا بودبوز وشافوا شبيب بدات تحسن، بدات يعني اكاذيب، يعني راح نعطيو بعض اللي راها تقول باللي استقالة مدان ودودان من الإدارة لشبيبة القبائل، وكاين خبر راهو كذبهم. دوك نشوفوا الخبر الذي كذبهم. كالعادة الشبيبة تضايق الكثير والكثير. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. ما تنساوش ديروا لنا لايك وتابونيو في قناة جيسكا اكتواليتي المكملة لهذه القناة إن شاء الله. ماذا بنا ننجحوا إن شاء الله يا رب العالمين بنوافيكم كل أخبار وجديد شبيبة القبائل والأخبار تاع البطولة الوطنية. حسنا راه نعسوا كثير من الفرق اللي راهي قد تنافي شبيبة القبائل، ومع الخبر على أنصار شبيبة القبائل التفافة حول فريقهم إن شاء الله اللي فيه الخير يجيب ربي. هنا أمامكم تكذيب الخبر، خبر استقالة الجماعة لإدارة شبيبة القبائل لا أساس له من الصحة. الإدارة التقنية للنادي تمارس مهامها بشكل عادي، والفريق يواصل تحضيراته بتركيز كبير وعزيمة أكبر في تأدية موسم يرقى لتطلعات الجماهير رغم الضغوطات الرهيبة وبعض النقائص وغياب الدعم وفترات صعبة من مرحلة الانتقالات الصيفية التي كانت فيها المنافسة شديدة مع أندية أخرى. الشبيبة بحاجة إلى الدعم والمساندة عوض هذه الحملات التي لا تخدم النادي عشية انطلاق الموسم الكروي الجديد. الشبيبة بأنصارها ومسيريها وطاقمها الفني ولاعبيها بخير وجاهزة للعودة إلى مكانتها الطبيعية في القمة محليا وقاريا. هذا من صفحة هشام. هذا هو أخبار عن تكذيب مدان ودودان عن إدارة شبيبة القبائل، تكذيب. لذلك ربما قال لك البعض، كاين اللي غادي يقول أنه استقالة نوعا من الضغط على جهات معنية في الوقت ليس بالمثالي، ولا حتى هذه الممارسات راهو قال لك قديمة، ولكن ربما التكذيب أو قال جاء التكذيب اللي لا أساس منه من الصحة هذه، لأنه الشبيبة محتاجة بالاستقرار ومحتاجة الاستقرار، خاصة أنهم ربما بفضل مدان ودودان الشبيبة ربما الركريت متاحها تقريب ينافس بعض الفرق كمولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشباب الوزاد، وإن شاء الله اللي فيه الخير. هذا عام من الأول نتمنى الاستقرار، راح إن شاء الله يا رب العالمين. هذه ربما الاستقالة هذه لو تتم راح تدخل الفريق في حيط، لأنه كثير قال لك بالك ربما على قضية الملعب اللي ربما ما زالوا ما بدوش صلاحية باه تكون الشبيبة هي اللي تسير هذا الملعب، ملعب الجديد لشبيبة القبائل حسين أيت أحمد. هذه اللي يقول لك بعض الأسباب، هذه هي إشاعات. إن شاء الله رب العالمين تكون إشاعات، لأنه راه تكسر النادي، والأخبار إن شاء الله هذه تكون أخبار كاذبة حتى النادي يستمر. على الأقل هادو هما اللي يحاولوا باه يكون ريكريتمون تاع شبيبة القبائل يكون مليح، وهما اللي جابوا هاد اللاعبين ووجب عليهم تحمل المسؤولية. يلا لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. كاش خبر جديد على هذه الأخبار سنوافيكم بها في قناتنا هذه جيسكا ناس تي في أو جيسكا اكتواليتي. تابعونا من فضلكم. سلام خوتي.